خصنا نعرفوا باللي راه القضيه راه ماشي غير الاسلام اللي مستهدف، القضيه اكبر من هذا، الفطره الانسانيه كلها مستهدفه. لكن خصنا في نفس الوقت ما الذي اعددناه نحن للبناء؟ ما الذي اعددناه نحن لصد هذه الامور؟ شنو هي نوعيه القناعات التي نغرسها في ابنائنا باش ولدنا من هو تيكبر الهم ديالو انه كيف يكون اسره مسلمه تدين لله عز وجل بالاسلام في صغير الامر وكبيره. وملي تيشوف المعصيه تيقول لك واخا نطيح فيها الله يغفر لي راها معصيه، ما تيبداش يقلب ليها على التنوعير كيفاش يدوز ليها ويقول لك حقا لا راه ولا كانت حرام ولا حلال. الربا حرام فوق اي ارض وتحت اي سماء. الزنا حرام فوق اي ارض وتحت اي سماء. السحر حرام فوق اي ارض وتحت اي سماء. الذي يحدد لك هذه الأمور هي القناعات التي يغرسها القرآن الكريم في الأسرة، وهذا هو اللي احنا محتاجينه. ما نقولش لك احنا ما محتاجينش اللي يحفظ، لا، محتاجين اللي يحفظ، ولكن خصوصا محتاجين اللي يفهم ويتدبر ويفعل المعاني ويعيشها. ونسأل الله التوفيق والسداد.